السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهارده هنتكلم عن منتج بيساعدنا في تسليك الحوض. المنتج ده هو اسمه سبيد. المنتج ده طبعا انا مش هكلمكم عنه الا لو انا مجرباه وانتوا عارفين الكلام ده. حوض الحمام عندي كان مسدود وانا جربته، وفعلا في ساعتها السدد راح خالص، وكنت عايزه اعمل لكم ريفيو. بس هعمله ازاي؟ لازم يكون حوض مسدود. فاستنيت كذا شهر لغايه ما سبحان الله كده المطبخ حصله واتسد كده شويه، بقى بيجمع ميه. فالمهم قلت خلاص طالما بقى هو اتسد يبقى هو دي الفرصه المثاليه ان انا اعمل لكم الفيديو عن المنتج ده. يلا بينا نشوف ايه اللي مكتوب فيه وبيعمل ايه. طبعا الحوض انا هوريكم دلوقتي هو نضيف مفيهوش حاجه ومتنضف وكله تمام مفيش اي مشاكل، بس اهو الميه هتلاقيه بيجمع ميه مش بيصفيها، لا تلاقي الميه بترتفع وتروح مجمعه ميه. شايفين المنظر اهي بدات الميه تتجمع. طبعا دي حاجه سيئه جدا ومحدش بيحبها وبتزاولنا جدا واحنا بنغسل مواعين، يعني خصوصا لو مواعين فيها شوائب او كده. انا هقفل الميه. هيبدأ ينزلها واحدة واحدة. هو مش مسدود جامد بس مسدود برضو، المية بتطلع وبتقعد تتجمع وبتعلى لفوق. فالمهم يلا بينا كده نقرا طريقة الاستعمال. بيقولك هنحضر كوب ماء مغلي وهنصب كوب ماء بارد في ماسورة الصرف، وهنضيف معلقتين من سبيد، معلقة واحدة في حالة المواسير البلاستيك، وهنصب المية المغلية ببطء واسيبه 30 دقيقة عشان يشتغل، واشطف الماسورة بمية باردة بغزارة بس. ولو البلاعة مسدودة تماما هبعد المية من الحوض قبل التسليك طبعا، لو ما تسلكش نهائي هنعيد الموضوع ده مرة كمان. تمام. وطبعا ترج العبوة جيدا قبل الاستخدام. طبعا احنا حطينا ميه بارده. هنحط بقى معلقتين من المنتج. هشيل طبعا الصفايه دي ملهاش لازمه. معلقتين من المنتج كده، وهبدا اضيف الميه المغليه كوبايه. طبعا بنقول بسم الله قبل ما نكب الميه المغليه، انتوا عارفين. بصوا كميه الدهون اللي طلعت، ايه ده؟ كان مستخبي فين كل ده؟ هسيبه بقى نص ساعه يشتغل مع نفسه وارجع لكم نشوف ايه اللي حصل. كده عدى نص ساعه بالظبط بالدقيقه والثانيه. طبعا شايفين المنظر، انا مش كنتش متخيله ابدا المنظر هيطلع بالطريقه دي بجد. ايه البشاعه دي؟ كل ده كان فين؟ مش عارفه. يلا بينا دلوقتي. هو قال نفتح ميه جاريه عليها. طبعا اقل من الاول، بس واضح ان هو محتاج ان انا اكرر الموضوع ده مرة كمان. هكرره مرة كمان معاكم ان شاء الله وهوريكم النتيجة النهائية. بس ايا كان زي ما انتم شايفين بياخد وقت اطول عقبال ما يملى وبيصرف اسرع من المرات اللي فاتت. يعني السدد قل شوية بس محتاج تكرار مرة كمان. هعيدها معاكم ان شاء الله ونشوفها مع بعض النتيجة النهائية. ورجعنا لكم تاني، والنهارده تاني يوم من الحوض اللي سلكناه امبارح. النتيجة النهارده احسن بكتير جدا من امبارح. المية ما بتجمعش او بتجمع بسيط جدا جدا جدا، يعني مفيش الطلوع بتاع امبارح والكلام ده. فالنتيجة حلوة، بس انا عايزة النتيجة تكون افضل.
فجبت واحده جديده وهنعيد تاني الموضوع مره كمان. اهي زي ما انتم شايفين الميه كلها تحت ما بتطلعش فوق. الاول كان الحوض بيطلع ويتسد. تمام. طبعا احنا كده حطينا اهي الميه الجاريه، وهنحط حوالي اهي واحده جديده اهي هنفتحها ونحط حوالي معلقتين من الماده دي. بس كده زي ما انتم شايفين كده في حاجات لونها فضي، تحسوا كأنها زي اللي هو الستانلس الفويل. هنحط الميه المغليه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده النتيجه فظيعه. هقول لكم بقى الغلطه فين واللي انا حاساه فعلا، ان اللي فات ده كان مرطب لان قاعد عندي بقاله 4 أو 5 شهور، فالحبوب كانت متكتله شويه او مش سايبه زي دي. لكن ده كده جاب النتيجه على طول وبصوره فوريه، لان الحوض الحمام اتسلك من اول مره. فانا استغربت امبارح الوضع وقلت يمكن مثلا الحوض مسدود اكتر او حاجه. بس النهارده اهو لما جبت المنتج الجديد اشتغل كويس معايا. المنتج ده بكام بقى؟ اهو ب25 جنيه. انا كنت شاريه من حوالي 4-5 شهور بنفس السعر، فما زادش، فسعره كويس جدا. بيكفيكي من 3 مرات تقريبا بيكفيكي 3 مرات او 4 بالكتير. تمام. بس كده، واشوفكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا، وما تنسوناش من الدعم اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.